حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض نوع من انواع البسكوتات. جميل جدا واقتصادي جدا وموفر والطعم هايل زي ميري بالظبط. وكنا عملنا على الصفحة انواع كتير واشكال كتير للبسكوتات ونال في اعجاب حضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل برضو نوع جديد من البسكوت سهل جدا وهتعمليه في 10 دقايق بس. تابعوني وما ننساش اللايك الجميل بتاعنا ونشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. معايا هنا بيضة واحدة بس، ومعايا معلقة فانيليا سايلة أو بودرة، ومعايا رشة ملح صغيرة خالص أقل من ربع المعلقة الصغيرة. وبنضرب كويس قوي أي مكون بنحطه في البولة، بنضرب كويس. ومعايا تلت كوباية سكر عادي مش بودرة. بنضرب كويس جدا لغاية ما يبقى كريمي كده. تمام. وبعدين بنزود تلت كوباية زيت، طبعا زيت من اللي هو النقي. وبنضرب كويس جدا لغاية يعني ما تبخليش في الضرب، لغاية ما يبقى كريمي كده. تمام. ومعايا تلت كوباية نشادر. وبنقلب بقى، بنسيب المضرب ونقلب بالمعلقة كويس جدا وناخد جوانب البولة كده لغاية ما يتكون عندي الخليط الكريمي قوي ده. بيتقل بقى هو معاكي في اللف بيتقل. نبتدي بقى نضيف الدقيق، وطبعا زي ما احنا متفقين ونضيف الدقيق يواش يواش بالراحة يعني. تمام. انا معايا هنا كوباية ونص ومعلقتين، وضفت كمان نص معلقة بودر صغيرة بس مليانة. تمام. احنا دلوقتي بنضيف الدقيق وطبعا بنلف بالمعلقة عشان ايدينا. اول ما بتتقل المعلقة كده بنسيب بقى المعلقة خالص ونبتدي نشتغل بايدينا. طبعا زي ما انتوا عارفين البسكوتات مش بتتعجن. انا كده لغاية كده العجينة اتظبطت معايا جدا زي ما انتوا شايفين كده، وما خدتش بقى الدقيق كله، زاد مني يعني مقدار معلقتين. يعني احنا هنا استعملنا في الوصفة كوباية ونص إلا معلقتين. زي ما احنا عارفين بقى في تشكيل البسكوت، بناخد كيسين من اللبن وبنفتحهم وبنحط العجينة في النص وبنعمل بالفرادة بتاعتنا. وطبعا بيبقى سمكه مش سميك قوي، عشان ده فيه بودر يعني هيعلى شوية. تمام. يعني مقدار سنتي. تمام. وبنشيل بقى الزيادات دي عشان في التشكيل يساعدنا شوية ويبقى سهل علينا في التشكيل. تمام. طبعا الزيادات مش بنرميها، بنشكلها تاني وبالشوكة، وبنعمل خطوط زي ما انت شايفاها كده قبل ما نقطع بالقطعة وبأي شكل بقى انت عايزاه عندك. انا عملت الحقيقة بالشكل الصغير ده، رقيق جدا وجميل وحجمه كويس. تمام. وبتشيل البواقي، بتتشال معاكي بكل سهولة لأن العجينة حلوة جدا وطيعة ومش بتلزق في الإيد، عجينة طرية وفي نفس الوقت متماسكة. تمام. وبتاخدي الكيس كده، يعني سهل في الطلوع، بتاخدي الكيس تاخديها واحدة واحدة كده وفي الصينية، مش مدهونة طبعا لأن هو المادة الدهنية فيه كويسة يعني. تمام. بتكرري طبعا الموضوع مع بواقي العجين اللي انت بتشيليه لغاية ما بتخلصي الصواني بتاعتك خالص. تمام. هما ما شاء الله تبارك الله طلعوا 3 صواني وصينية صغيرة كمان، يعني حاجة جميلة جدا. وعلى فرن سابق التسخين 180 درجة في الشبكة اللي في النص. وبيطلع زي ما انت شايفة كده، مش عايزة اقول لك تحفة تحفة تحفة. يعني ناعم والنشا عطيله قرمشة كده جميلة. وممكن كمان تاخدي كام واحدة كده وتعمليهم شوكولاتة دهن نوتيلا أو أي أو صوص شوكولاتة زي البيت فور. يعني مش عايزة أقول لك روعة بجد. جربوا الوصفة وقولوا لي، وبألف هنا وعافية.